هذا العمل يمت إلى الواقع بكل صلة، وكل الخناقات اللي هتسمعوها من واقع الحياة اليومية. هفضل لحد امتى لم وراك؟ هو انا كل ما اغيب عن البيت ارجع الاقيه مزبله؟ معلش يا حبيبتي، نورتي بيتك. انا جايه تعبانه وشايله هم دخولي للبيت. هساعدك ما تقلقيش. ها تشربي ايه؟ اشرب ايه؟ انت مش فاهم الموضوع ده بيعصبني قد ايه. احنا شركة في بيت واحد يا عماد، مش وظيفتي اني الم وراك. كوبايه شربت فيها اشطفها وشيلها، حاجه كنت لابسها علقها. حاضر يا ماما، هرتب اوضتي والم لعبي. حلو كده؟ وكمان بتستهزأ بكلامي؟ ده ايه الاسلوب اللي يعصب ده بس؟ وليه ما تقوليش اني جاي على نفسي علشان ما اقلبهاش عكنانه وانتي بتكلميني كاني عيل صغير؟ وكمان هتقلب الترابيزه؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ نفسي افهم ايه المهين في ان الراجل يلم وراه. مين اللي اخترع ان ست البيت وظيفتها تلم ورا جوزها وعيالها؟ انت متخيل يا تامر ده بياخد من طاقتها وعمرها قد ايه؟ طيب طاقتها وفهمناها، لكن ايه عمرها دي بقى؟ لا، عمرها دي مهمة قوي، لأنك مش مقدر الوقت اللي بيضيع في ترتيب وتنظيف البيت. نص عمرها رايح على شغل البيت والنص التاني رايح على اللم وراكم، ويا ريت حد فيكم مقدر. عادي، ما احنا كبرنا وامهاتنا شايلانا وعمرنا ما سمعنا كلام زي ده. ولو يوم تعبت واشتكت فالاب عمره ما بيتوجه له كلام زي ده. طبعا، وربيتكم على الاتكالية ورمي المسؤوليات الخاصة بيكم على أي حد غير نفسكم. لا، وخليتكم منتظرين زوجة تكمل مسيرة أمهاتكم، وإلا تبقى مش قايمة بدورها. قصدك ايه باي حد؟ الزوجه من ضمن مسؤولياتها نظافه بيتها ونظافه ولادها، وده شيء طبيعي وما فيهوش اي نوع من انواع الاهانه. وبعدين يا ستي خادم القوم سيدهم. يا سلام! طب انتم ما شاء الله فاهمين، ما تخدموا نفسكم بقى بدل ما الست تتحول لخادم القوم. والنبي بلاش يا الكتامر تتكلم بالطريقة دي، لأن الناس هتفكر ان ده رأيك بجد. لا والله، بس انا لقيتك متعصبه فقلت اسخن الحلقه حبتين. لكن لو جيتي للحق، الموضوع مش عادي، خصوصا ان مش كل ست عندها اللي بيساعدها ولا يخدمها في بيتها. المشكلة انه يكون الإهمال والاتكالية جزء من شخصيته وتكوينه. يعني الراجل اللي منتظر ان مراته تلم وراه أكيد نظرته ليها مشوهة حبتين، يعني حاسسها أقل منه. أو مثلا هو طفل في نفسه وحاطط عليها عبء أمه كانت شايلاه، ومش بعيد يكون غير جدير بتحمل المسؤولية وهيشيلها كتير. بالظبط. والموضوع ليه ابعاد، مش شيء عابر. ترتيب ونظافه المكان اللي بنتشارك الحياه فيه مش مسؤوليه فرد واحد. وخدي بالك، جوزك نتيجه تربيه امه، ونظرته لدورك نابعه من الدور اللي هي كانت بتقوم بيه في حياته. فلو دي معاناتك فبلاش تخلي جوزك يورثها لولاده، عشان يطلعوا واعيين بمسؤولياتهم، سواء كنت انت اللي بتخدميهم او عندك حد بيساعدك، علشان ما يبقوش حمل سخيف على اللي حواليهم في المستقبل. المشكلة أكبر بكتير من شوية كركبة. في 3 ساعات الست بتفضل تلف حوالين نفسها فيهم كل يوم، إن ما كانش أكتر. ممكن توفرهم لو كل واحد في البيت شايل اللي يخصه. وساعتها بقى تفضل نفسها شوية وتستعد لجوزها كزوجة، علشان ما يرجعش يشتكي من إهمالها. مش كده ولا إيه؟